بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنتكلم على الجنرال سيرفي. اوكي، ايه المين اوبجكتيفز؟ انا نفسي تطلع بايه من الليكتشرز دي؟ اوكي، نفسي تطلع بحاجات معينه. اولا، اول ما اشوف البيشن لازم اعمل اوفر اول امبريشن، يديني اوفر اول امبريشن اباوت البيشن. يا ترى البيشن ده ايه الكيس بتاعته؟ يا ترى الدايجنوز بتاعه ايه؟ ايه الكومن بروبلمز اللي هي expected from this patients؟ وفي نفس الوقت بكمبير دايما النورمال بالابنورمال، ولذلك لازم يبقى عندي knowledge regarding this normal case. اوكي، ايه حاجه كمان من ضمن الحاجات اللي انا نفسي فعلا ان احنا نطلع بيها من كلامنا النهارده؟ ازاي how to measure الفيتال ساينز، ازاي البولس، ريسبيريشن، البلاد بريشر. طبعا احنا مش هنتكلم عن الديتيلز بتاع الفيتال ساينس لان المفروض يبقى ليها سيبريت يعني فيديو. اوكي، ولكن اتليست هقول لك نقدر نكسبكت ايه من الفيتال ساينس بتاعتي. عايزه اتكلم عن ايه تاني؟ عن الهايت والويت وايه المين كونسيدريشن وانا بعمل فيزيكال اكزامينيشن فور بيشنت. ولذلك ايه الاوتلاين بتاعتي؟ ان انا اول حاجه ايه الجنرال كونسيدريشن وانا باخد الجنرال سيرفي؟ ايه هو وات يو مينز باي جنرال سيرفي؟ ايه الكومبوننت بتاع الجنرال سيرفي؟ وهلاقي الكومبوننت بتاع الجنرال سيرفي بتتكون من 3 ايتمز: اوفر اول امبريشن والفيتال ساينس والانثروبومتريك ميجرز، وهي دي الجنرال سيرفي. طب الاوفر اول امبريشن بتتكون من ايه؟ من 4 ايتمز: physical appearance, body structure, mobility and behaviors. وهنعرف كل كومبوننت بينكلود ايه. انا هبص للبيشن بتاعي ازاي. يعني ايه جنرال سيرفي؟ الجنرال سيرفي دي الفيرست ستيب وانترودكشن تو فيزيكال اكزامينيشن. الفيرست ستيب وانترودكشن تو فيزيكال اكزامينيشن. احنا خلاص اخدنا الهيستوري وكولكت داتا من البيشن بتاعي. انا هنا بعمل ايه؟ هبدا الفيزيكال اكزامينيشن بتاعي. ولو انتوا فاكرين من ضمن الفاكت والكونسيدريشن اللي اتكلمنا عليها في اول فيديو، اوكي، ان احنا اتكلمنا قلنا ايه؟ ان من ضمن الكونسيدريشن must be start by less intrusive procedure، اقل اختراقا للبيشنت. ايه هو اللي هو الجنرال سيرفي؟ فده فعلا الفيرست ستيب اوف فيزيكال اكزامينشن، اول خطوه. طب يعني برضو انت تقصدي ايه؟ ايه الجنرال سيرفي ده؟ الجنرال سيرفي ده بتبقى نظره شامله عامه للبيشنت بتاعي، بيقول لي اوفر فيو اباوت البيشنت، اللي هو بيديني فيما بعد evidence about the overall health status for your patients. نظرة شاملة. أنا بصيت للبيشن بتاعي كده، أوكي، من أول وهو داخل عليا بصيت لقيت إيه؟ قلت لنفسي البيشن ده إيه؟ لا، أنا شايفاه سيانوتيك، السكين كولرز واللبس بتاعه سيانوزيس، شايفة إن الريسبيريشن بتاعه ديسنيك، شايفة إن البيشن الموتور موفمنت عنده فيها مشكلة، اوكي، شايفة ان الابيرنس بتاعه او الدريس لا في مشكلة. اما بدأت اتكلم معاه اثناء الهيستوري لقيت ان الفوكابلري بتاعته بيتكلم 3 كلمات ويرتاح شوية، اوكي، مش قادر ياخد نفسه and so on. فانا هنا عملت ايه؟ general survey about this patients. اوكي، طيب launch a general survey at the moment of the nurse first encountered persons. وده فعلا اللي احنا بنعمله، ان احنا بنبدا الجنرال سيرفي بتاعتي من اول لحظه contact with my patient. ويمكن احنا كطلبه في النيرس، اوكي، as a nurses لما بننزل الكلينيكال اريا بتاعتي ببقى عايزه select case based on what بسلكت كيس based على الجنرال سيرفي. بلاقي نفسي وقفت، اوكي، بصيت للبيشنت في الكلينيكال اريا وببدا اعمل ايه؟ جنرال سيرفي، بقيم البيشنت. البيشنت ده مثلا سي كونكتد مع اي في لاين، كونكتد مع يورينري كاس، البيشنت ده قاعد
في البيد سيتنج بوزيشن، اوكي، فلاجد سيانوتيك، مركب ماسك اكسجين، السكين كلرز بتاعي شايفاه بيل، شفته مثلا وهو ماشي رايح التويلت بيسبورت على البيد، اوكي، اكزهوستد وهو راجع مش قادر ياخد نفسه اند سو اون. فكل ده بسميه ايه؟ جنرال سيرفي. بكونكلود what about health status for this patients. اوكي، يعني اذا what do you mean by general survey؟ general survey is a study of whole persons، كله من head to toe. اوكي، وبمجرد ايه؟ بديبند على الانسبكشن، يبقى study of the whole person. ليه؟ عشان determine a general health status for this patients. دي ايه؟ observed data، وبالتالي بعتبرها objective parameter، حاجه measurable خلاص. اوكي، حاجه انا شايفاها، الكلر بتاعه سيانوزس، بيل، اوكي، جوندس، خلاص. فانا هنا ايه؟ objective parameter. ولو جينا رجعنا بالديفينيشن للهيلث هيستوري كنا بنقول ايه في الهيلث هيستوري؟ subjective data as stated by patient، okay، and objective data، objective parameter as observed by the nurse. يعني اذا الجنرال سيرفي والهيلث هيستوري الاثنين بيبداوا مع بعض. اوكي، وبكمل الجنرال سيرفي وانا باخد الهيستوري انا. ولذلك من ضمن الجايد لاينز بتاع الهيلث هيستوري ايه؟ الاي كونتاكت وذ ذا بيشنت. خلي بالك وعينيك على البيشنت، بتبدا توبزرف الرياكشن بتاعه والبادي بوتشرز، البوزيشن، هنلاقي كل الايتمز اللي احنا ماست بي انسبكتد. ولذلك الجنرال سيرفي از a first step of physical examination encountered or associated with health history. Health history subjective data والجنرال survey this is the objective parameters، ولكن for whole person بتدبند mainly على ايه؟ احنا قلنا ان التكنيك بتاعنا انا عندي 4 تكنيك: inspection، palpation، percussion، auscultation. انا mainly هنا بدبند على الانسبكشن. لا وبس الانسبكشن؟ لا، طب ما انا هاخد فيتال ساينس. الفيتال ساينس ده فيه auscultation، في بالبيشن للبالس، في بالبيشن للتمبريتشر. اوكي، انا بس مش بعتمد على البالبيشن والاوسكالتيشن، لا ده السميلنج كمان مع الانسبكشن. يبقى الكومبوننت بتاعتي بتاع الجنرال سيرفي قلنا الثلاثه كومبوننت: اوفر اول امبريشن والفيتال ساينس والانثروبومتريك ميجرمنت. طيب وات اباوت امبورتنس اوف general survey؟ تهمني في ايه؟ ان هي بتديني good pictures about whole person. بجمع البيشن بتاعي يا ترى ممكن يكسبكت اما اشوفه ماشي مجرد جاي من الدبليو سي وديسنك، ده عنده ايه؟ alteration of respiration، اوكي، difficult of breathing. وابدا بقى مع الهيستوري اعرف ريليتد تو وات. اوكي، لقيته يا دوبك ماشي قبل ما يوصل للسرير وقف وارتاح شويه، يبقى ايه؟ alteration of comfort. اوكي، يبقى ايه تاني؟ يبقى انت حتى مجرد من الجنرال سيرفي بتقدر توصل للنيرسنج دايجنوزس. حاجات كتير قوي من النيرسنج دايجنوزس بتعتمد على الجنرال سيرفي بتاعتك، وهي دي من ضمن النقاط المهمه جدا جدا. اوكي، بتهلب ايه؟ الاكزامينر ديترماين وير تو فوكس during body system assessment. ودي اللي احنا قلناها لما بكولكت الهيستوري. زي ما اتفقنا الهيستوري هنا ماشي مع الجنرال سيرفي، انا باوبزرف، بجود ليسنر، اي كونتاكت وذ ماي بيشنت، باوبزرف، باسك البيشنت، الاثنين ماشيين هيلث هيستوري والجنرال سيرفي. وبالتالي احنا كنا قلنا يا جماعه ان الهيلث هيستوري بيخليني افوكس. اوكي، يبقى اذا الهيلث هيستوري والجنرال سيرفي بيخليني افوكس. البيشنت ده during الفيزيكال اكزامينيشن محتاج افوكس على ريسبيراتوري، كاردياك، ابدومين، مثلا لور اكستريميتيز، فاسكولار اند سو اون. اوكي، طيب يعني عشان نسهل على بعضينا هو احنا هنسبكت ايه؟ فبعض التكست بوك قال لك خد بالك من حاجات معينه وانت بتعمل الجنرال سيرفي. اول حاجه السيمتريه.
سيمتري يعني ايه؟ انا عندي الابر اكستريميتيز، بصيت للرايت سايد يبقى بص للليفت سايد وكومبير بين الرايت اند ليفت اند ذن كومبير باي نورمال. اوكي، بصيت للفيس، الفيس ده اهو حاجه مدوره. اوكي، اي رايت وليفت، الاير، الماوث and so on. يبقى اذا هعمل ايه؟ الفيس اعمل كده خط طولي. اوكي، وكومبير right side symmetrical with left side or no. الابر arm الليفت والرايت symmetrical or not. lower extremities الشست and so on. اوكي، ابص على ايه تاني في الجنرال سيرفي؟ الاولد وهنا اقصد بيه الايدج اوف ذا بيشنت. اوكي، وانا باخد الهيستوري البيشنت قال لي 50. الله، بس انا حاسس ان البيشنت بتاعي ده more than 50 years او less than 50 years. هو ده هيقول لي حاجه؟ طبعا. لما الاقي البيشنت بتاعي رغم ان هو قال لي 50 years 50 سنه، والا ان هو يبدو ان هو في الاربعينات. ليه؟ ده هو controlled، ماشي ببروتكتيف ميجرز related to this disease، مش سايب الدنيا كده، لا ده بيفولو اب، بياخد الميديكيشن بتاعه، بيشوف ايه البروبر ميجرز فور ذس. فعشان كده الديزيز الكرونيك إلنس زي الدايابيتس والهايبرتنشن ما اثروش عليه. اوكي، ايه تاني؟ المينتال اكيوتي. اوكي، وهنا ساعتها بقى اما اشوف المينتال اكيوتي البيشنت، جاست ان انا سالته اسمك، سنك، عنوانك، ساكن فين، عندك اولاد ايه، الديزيز بتاعك بدأ ازاي، واورينتد وكوبرتيف معايا. This is alert the patient. غير واحد تاني confused بسأله على سؤال بيرد عليا بحاجة تانية. يبقى أنا هنا مش المينتال أكيوتي إن أنا هسأله بقى، يعني هرجع أعيد الأسئلة بتاعتي تاني، اسمك وسنك وعنوانك، أو أسأله عن النيم والبيرسون والبليس والتايم زي ما احنا دايما بنقول. لا، ده هو في حد ذاته كونه رد عليا وكوبرتيف معايا، يبقى this is alert the patients. أسأل على إيه تاني؟ أو مش هسأل عليها، هأوبزيرف الإكسبريشن، هأوبزيرف الفيشل إكسبريشن فور ذس بيشنت. أبير إيه؟ أنكشس، ستريس، أجريسيف، أون بين. كل ده من الفيشل إكسبريشن بتاع البين. هلاقيه جريمسن، فروين، بيتنج اللبس. اوكي، ممكن الاقي الانكشس ده قاعد عينيه مش مركزه في حاجه معينه. اوكي، هلاقيه ستارلينج لوك، عمال باصص في ستريس، عينيه محمره اند سو اون. يبقى الفيشل اكسبريشن هنا من ضمن الحاجات اللي انا باخد بالي منها وبيزد عليها ببدا اسال البيشنت بتاعي. الترانك. اوكي، الترانك، البادي بيلت بتاعي، الويست. اوكي، الفات ديستريبيوشن. هل البيشنت ده ابدومينال عنده في بولج في الابدومين ولا لا؟ اوكي، فدي لين سليم. اوكي، كشكسك. اوكي، راجل نحيف قوي. اوكي، هدومه لدرجه ان هدومه واسع عليه. اوكي، الاكستريميتيز، ابص على الابر اكستريميتيز واللور اكستريميتيز، ابص على النيل. اوكي، هل في كلابنج نيلز، هل النيل ساينوتيك؟ كل واحده من دول بتقول لي حاجه، البيشنت بتاعي فيه حاجه. وساعتها انا عشان انا عندي ستاردي نوليدج اللي احنا قلناها المره اللي فاتت، معلومات كتيره قوي عن الديزيز، هقدر اربط كل الساين والسيمتومز دي بالدايجنوزس اوف ذيس بيشنت. الابييرنس، المظهر العام بتاعي اخباره ايه؟ هل البيشنت ده الابييرنس بتاعه كلين وتايد؟ اوكي، وابروبريت تو ويزر، يعني احنا صيف لابس حاجه صيفي معقوله، ولا شتاء ولابس حاجات صيفي؟ حتى اللبس بيقول حاجه. اللبس بيقول حاجه. يعني انا مثلا لو انا شفت بيشنت بتاعي في عز الشتاء واحنا متكتكين وكل واحد لابس الكوت بتاعه وهو جاي لي بحاجه بنص كم، اقول ايه؟ ده ممكن البيشنت ده الثايرويد بروبلمز هنا عنده مشكله. اوكي، الميتابوليزم عنده عالي، الهيت تولرنس مش مستحمل اي درجه حراره. اوكي، والعكس الناس الاولد ايج بلاقيها رغم ان الويزر بتاعي السمر الا انه جاي ليه؟ لان مفيش فات تيشو. اوكي، مفيش الميتابوليزم
فبالتالي اي شويه هواء اي حاجه ممكن تبقى انت قاعد حران في الاوضه اللي فيها تكييف وهو بردان. اوكي، ايه تاني اخد بالي منه؟ الموفمنت. اوكي، وده يمكن احنا بنلاحظه من اول ما البيشنت بتاعي يخش من الباب، وهنلاقيه اكتر في حالات النيورو. اوكي، نلاقي دايما دكاتره النيورو اول ما البيشنت بتاعه يخش يقوم بكل ادب واحترام ويبدا ايه؟ تشيك الهاند اوف ذا بيشنت. هو يعني كتير مننا يقول ايه ده، دكاتره النيورو دول ناس يعني محترمين قوي. اوكي، هم كل الدكاتره محترمين، ولكن دكتور النيورو هو ما يقصدش احترام بقدر ما هو ايه؟ هو بيشوف الهاند جراب بتاع البيشنت، بيأسس التون، بيأسس الماسلز بتاع البيشنت، لان هي دي ايه؟ هي دي الحته اللي بيعمل لها اسسمنت، وعشان كده بيقوم بكل احترام ويسلم على البيشن ويعمل شيك هاند ويشوف الشيك هاند والهاند جراب بتاع البيشن دي اخباره ايه. اوكي، بيبدا يوبزرف بقى البيشن وهو داخل، يا ترى الموفمنت بتاعته اخبارها ايه؟ الجيت بتاعه اخباره ايه؟ اوكي، وهو قاعد على الكرسي الموبيليتي، اوكي، الرينج اوف موشن اخبارها ايه؟ اوكي، كل ده احنا بنشوفه في الموفمنت. ايه تاني من ضمن الحاجات اللي احنا بنعرفها؟ السبيتش. هو حتى السبيتش وانت قاعد بتتكلم، انت مش بتتكلم وبتسمع بتقول اسئله واجابات اسئله بس، لا، ده انت كمان بتشوف التون اوف فويس. من الصوت تقدر تحدد هل البيشنت ده ساد ولا هابي. اوكي، تقدر تحدد السبيتش هل هو كلير ولا ان كلير، coherent ولا not coherent، understandable ولا not understandable. اوكي، ولا بيقول كلام. ليه؟ لان كل السبيتش برضو كونكت مع السنترال نيرفس سيستم، فبيقول لك what about condition of central nervous system، البيشنت ده فيه مشكله ايه. ولذلك بلاقي في حالات الستروك البيشنت بتاعي بيبقى ايه؟ الاقيه ساعات loss الكونشس ليفل. اوكي، السبيتش cannot able to speech. اوكي، ممكن cannot able to comprehend your speech، حتى مش مجرد مش فاهم الكلام بتاعك. اوكي، يبقى السبيتش هنا من ضمن الحاجات اللي must be considered. وهنتكلم عن ايتمز كتيره قوي. اوكي، ولكن دي معظم الحاجات اللي انا لازما اخد بالي منها وانا بعمل الجنرال سيرفي. طيب ايه الجنرال كونسيدريشن؟ اخد بالي من ايه بقى انا از اكزامينر؟ اوكي، اول حاجه اوكي ووش هاند. يا جماعه نغسل ايدينا، ده ووش هاند بيفور وافتر. ايه تاني؟ اوكي، ان نيو بيشنت اوكي كومبليت اكزامينيشن ريجاردلس اوف شيف كومبلين. احنا طبعا لو رجعنا بالفيديو الاولاني واتفقنا ان التايبس اوف هيلث اسسمنت بقى في كومبرهنسيف، اوكي، وفي فوكس بروبلم فوكس، وفي ongoing assessment، وفي emergency according للكيس. حالات الامرجنسي بعمل emergency assessment الاي بي سي دي اي ابروتش. ولكن بغض النظر عن التايبس اللي انا سلكتها في اول مره يا جماعه، لازم اي بيشنت نعمل له ايه؟ complete examination. يعني نبتدي بهيلث هيستوري وجنرال سيرفي، وبعد كده نكمل من هيد تو تو فيزيكال اكزامينيشن. البيشنت ده لازم يا جماعه ناخد بالنا من الكومفورتابيلتي during الهيلث هيستوري والفيزيكال اكزامينيشن، او during الجنرال سيرفي اللي قد تتعدى 40 دقيقه. فانا ساعتها ايه؟ اخد بالي بالذات الناس الاولد ايج ان انا اديهم ايه؟ بيرود اوف ريست. اوكي، during الهيلث هيستوري او before الستارت الهيد تو تو فيزيكال اكزامينيشن. دي احنا اتفقنا على avoid الانتربريتنج. ما تترجمش حاجه انت ولا تفسر حاجه. والله انت ربطت ما بين abdominal pain، ما تقولش abdominal pain related to constipation. اسال البيشنت بصراحه كده، لو انت سسبكت ان هو عنده constipation اساله، قول له انت عندك يعني الالم ده نتيجه امساك؟ هيقول لك او لا. ف don't interpret، avoid الانتربريتيشن، ask direct questions. اوكي، ولذلك احنا من ضمن الحاجات اللي احنا بنعملها بنعمل سمرايزيشن في الاخر بعد الهيلث هيستوري. ليه؟ عشان انا توصلت لكذا، اللي انا توصلت له ده صح ولا لا؟ الكونكلوجن بتاعي صح ولا لا؟ اوكي، يقول لك صح او غلط. اوكي، طيب
هناخد اول كومبوننت في الجنرال سيرفي زي ما اتفقنا الاوفر اول امبريشن، وزي ما اتفقنا this is the first time examiner meet a patient observe any significant abnormality. انا يا جماعه بأوبزرف البيشنت اوفر اول بيشنت، اوكي، وبقى اديترماين بقى ايه الابنورماليتي اللي موجوده في البيشنت ده، اوكي. وبعد كده بعد ما اخد الهيستوري واعمل الاوفر اول امبريشن ابدا اعمل ايه؟ ان ديبث اكزامينيشن، اوكي. ها ايه الاوفر اول امبريشن؟ قلنا دول الاربعه كومبوننت بتاعتي، فيزيكال ابييرنس، وهنعرف ايه السب كاتيجوري تحتها، بادي ستراكشر، الموبيليتي، البيهيفير. طيب الاوفر اول والفيزيكال ابييرنس ها تحتيها ايه؟ تحتيها 5 ايه ايتمز. ايه هم الخمسه ايتمز؟ observe physical وسيكسوال ديفلوبمنت، اوكي، assess الليفل اوف كونشسنس، البيشنت سكين اند كلر، والفيشال فيتشرز، والساينس اوف اكيوت ديستريس. وتعالوا ناخد واحده واحده فيهم كده ونشوف الفيزيكال ابييرنس اللي تحتها الفايف ايتمز دول عباره عن ايه. اول حاجه observe physical and sexual development، فيزيكال وسيكسوال. الفيزيكال هنا كمان يقصد بيها الايدج، ولذلك انا في الهيلث هيستوري بعمل ايه؟ باسك البيشنت اباوت الكرونولوجيكال ايدج، يعني سنه في البطاقه قد ايه؟ ها اتولدت سنه كام؟ سنه 2000 واحنا في 2023، يعني سنك 23 سنه. هل انا بقف عند السؤال كده وخلاص؟ لا، اوكي. انا بقى ببدا انا شايفاه قد ايه؟ اوكي، الابير ده قد ايه؟ ده الستيتد ايج، ستيتد. طب وات ماي اكسبكتيشن؟ انا متوقع ايه؟ لا شكله يبان اكتر من 23 سنه، شكله يبان 30 35، اوكي. يبقى ساعتها هبدا اساله بقى لا بس انت باين عليك اكتر من 23، او ان انا هقول له لا ما شاء الله ده انت باين ان انت اقل من ده بكتير. هو ده هينديكيت حاجه؟ هينديكيت حاجه. ايه بقى؟ يعني الناس الليبر وورك، الناس الليبر وورك يعني ايه؟ اللي هم الناس الشقيانه اللي زي ما بنقولها بالعربي ارزقيه على باب الله، اوكي، كل يوم في الشغلانه، اوكي. دول الزمن فعلا خلاص اثر عليهم واثر على الايدج بتاعهم، ولذلك هبص الاقي ايه؟ الستيتد الاكسبكتد ايدج مور ذان ستيتد ايدج. الناس الالكحوليزم، السموكر، اوكي، كل دول هتبص تلاقي برضو نفس القصه، الاكسبكتد ايج مور ذان كرونولوجيكال ايج. الكرونيك إلنس زي الهايبرتنشن والديابيتس لو مش ويل كنترولد هبص الاقي برضو نفس القصه، هيبقى في ديفرنس بين الستيتد ايج والاكسبكتد ايج. يبقى ده حاجه من ضمن الحاجات. بلس ان احنا طبعا مهم بالنسبه لي ان انا اعرف الايدج، لان انا عندي في كومن ديزيز ايه بتبقى كومن مع الكاتيجوري ده من الايدج، اوكي. ايه تاني ممكن ابدا ابص له؟ الجندر، اوكي، السكس بتاعه. وطبعا ده سؤال ما يتسالش، يعني ما اروحش اقول له حضرتك نوعك ايه، ذكر ولا انثى؟ لا، اوكي. وده اللي احنا لو مش فاهمين او واحد يعني هو فورم وعما اسمك سنك عنوانك نوعك، لا، فالسؤال ده ما يتسألش. ولكن انا ببدأ احدد الجندر بتاعي اكوردنج للبادي بيلت بتاع البيشنت، اوكي، للفيشال اكسبريشن، اوكي، للتون اوف فويس. يعني الست بتبص تلاقي صوتها الى حد ما ناعم شويه عن الميل، اوكي. الاقي الست شويه الفيمينيست عندي هنا الكاركتر باين قوي في لبسي وفي هيئتي، في طرحتي مثلا اللي ملبوسه عند سو اون. لكن مثلا لو سي مثلا جالي بصيت لقيت بيشن مثلا جاي، حتى الجيت بتاعي والماشيه بتاعتي الراجل بيبقى ماشي ستريت كده رجوله، اوكي، ابص الاقي السيده الى حد ما بتبقى ماشيه بهدوء شويه. طب لو الحاجه اتعكست، الراجل جاي مشيه الستات والست ماشيه مشيه رجاله، او العكس، طريقه القعده في الكرسي الراجل غير الومن غير او الميل غير الفيميل، ده بينديكيت حاجه؟ بينديكيت ان في هرمونال ديستربنس هي اللي افكت، اوكي. الهرمون بتاع الفيميل اعلى عند الراجل، خلاه طريقه مشيته
طريقه حتى اختياره لللبس، ممكن الاقي راجل جاي الهدوم وطريقه اللبس بتاعته لا يعني فيها حاجات كلها في ميل اكتر. اوكي، فده اقدر اقول ان في هنا مشكله في الايه الهرمون. اوكي، يبقى اول حاجه في الفيزيكال ابييرنس اوبزيرف الفيزيكال، وهنا اتكلمنا عن الايدج، واوبزيرف السكسوال ديفلوبمنت. وممكن اسال البيشن بقى هل مثلا حصل ديليد للبيوبرتي. ممكن الاقي بيشن عندي 20 سنه مثلا جاي لي لكن انا مش لاقيه مثلا المستاج، شنبه مش طالع، ده هنا بقى في ديليد بيوبرتي. لقيت بنوته ومفيش مثلا بريست او الكاركتر بتاع الفيمينيست مش ظاهره عندها، يبقى هنا في ديليد بيوبرتي. اوكي، ممكن اسالها عن المنسز والبيرود في الهيلث هيستوري تقول لي لا لسه ما جاتش، يبقى في هنا مشكله، ممكن البيشنت دي تكون انيميك. اوكي and so on. يبقى اذا كل معلومه انا بوصل لها لا بتindicate something wrong. اوكي، اسال على ايه؟ اسس الليفل اوف كونشسنس. زي ما اتفقنا الليفل اوف كونشسنس during الهيلث هيستوري اقدر من خلال ان انا باسك البيشن عن النيم والادرس والتليفون نمبر، ده في حد ذاته يقول لي ان البيشن بتاعي alert conscious cooperative. اوكي، وده خلاص يبقى البيشن بتاعي لو alert oriented to what appropriate within السيتويشن او الانفايرمنت، خلاص within الانترفيو. اوكي، طب في واحد تاني مثلا اجي اساله اقول له مثلا السنه اللي فاتت عملت بعض اللاب انفستيجيشن مثلا السنه اللي فاتت، يقول لي عملت كذا وكذا وكذا. يبقى هنا الميموري والاتنشن بتاعي سواء للباست والبريزنت والفيوتشر انت. اوكي، لان لو في مشكله في الميموري هنا يبقى في مشكله في السنترال نيرفس سيستم، وممكن هلاقيها عند الناس الاولد ايج. اوكي، هلاقي فاكر الحاجات الريموت اللي هي الحاجات الباست، يجي على الريسنت لو سالته انت مثلا اكلت ايه امبارح، ممكن يلخبط ودنه ويقول لك لا احنا ما عملناش الاكل ده احنا عملنا اكله ثانيه. يا جماعه دي ديجنريشن طبيعيه في الناس الاولد ايج. اوكي، هو الحاجات الريموت فاكرها كويس قوي بيحكي عنها كانها حصلت الان، لكن في بعض الديتيلز في الريسنت اوكي ممكن تكون ميسنج منه. فلازم اربط الدنيا دي كلها وربطته بالايدج بتاع البيشن وربطته بالديزيز بتاع البيشن. في اي ليفل اوف كونشس ثانيه غير ان هو يبقى اليرت؟ ممكن الاقي البيشن بتاعي ليثورجي، ابتيونديشن، ستيوبر اند كوما. طيب ايه الديفرنت ليفل؟ الالرد وده النورمال بتاعنا كلنا المفروض ان احنا نبقى الرد يعني ايه؟ without stimulation، مش محتاجين بقى حد لا يعمل لنا ستيميوليشن، لا ده في اي كونتاكت ما بيني وما بينك واحنا قاعدين بنتكلم، بترد عليا بترسبوند للكويشنز اند سو اون، فدي بسميه الرت. طب مين الليثورجي؟ زينا كده قاعدين في المحاضره عمالين نايمين، 3/4 نايمين، الله هو في ايه؟ هو كان سهران بالليل، كان مجهد تعبان، فبتبص تلاقيه طالما ما فيش ستيميوليشن حواليه او ان التون اوف فويس بتاعي ما بينبهوش ما بيصحوش شويه، فبتلاقي الليثورجي كل شويه فول اسليب. اوكي، فده الليثورجي. اوكي، ولكن when speak to an loud voice، لو عليت صوتي شويه يا عيني بيقوم مخضوض. اوكي، يبقى ده محتاج الليثورجي، محتاج speak in loud voice. اوكي، وده الاستيميوليشن ساعتها. خلاص، ولذلك انا مثلا لما بنيجي اي واحد مثلا نايم، اوكي، انا ما بستعملش على طول اللاود فويس. اوكي، لا انا الاول عم محمد النورمال تون بتاعي، اوكي، لا ما صحيش، هبدا ازود الفوليوم بتاعي عالي شويه يبقى مودريت، عم محمد مفيش، عم محمد، لغايه ما يبدا يرسبوند. الليثورجي هنا مجرد ان انت بتنبهه بلاود فويس بيرسبوند ويبدا ينتراكت ويتكلم ويرسبوند في الكويشنز معاك. اوكي، يمكن شويه يبقى فيها ديلي، اوكي، الريسبونس يبقى فيه ديلي، ولكن الى حد ما بيرجع كانه اليرت. طيب اوبتيونديشن، لا ده هنا بقى الفويس
ما نبهوش، ما صحهوش، ده محتاج شيكنج. وده اللي ماما كل يوم الصبح تعمله لنا. تعمل لنا ايه الاول؟ تخش علينا الاوضه، محمد، اوكي، محمد ما صحيش، تروح وترجع له تاني، محمد، وتعلي الفويس، تروح وترجع له، محمد. ثالث مره بتروح عامله له ايه؟ شيكنج، محمد قوم، المحاضرات النهارده يوم كذا، اوكي. فهنا ايه؟ الاوبتيونيشن. نفس القصه في البيشن اللي هو فيه نيورولوجيكال ديستربنس، بدات يا اما الرد يا اما ليسرجي يا اما اوبتيونيشن. هنا ساعتها البيشن ده محتاج فيجورس شيكنج. حتى الشيكنج ببداه بمايلد مودريت زين ايه؟ فيجورس شيكنج. طب المرحله الثالثه، اوكي، ستيوبر. لا ده هنا بقى لا الفويس صحة ولا الشيكنج صحة، انا محتاجه بينفول ستيميوليشن، اوكي. يبقى الستيوبر هنا شيك اور بينفول ستيميوليشن، اوكي، تو ريسبوند. يبدا يفوق بقى او يصحى او يفتح عينيه او يسحب ايده، اوكي، فده بسميه ستيوبر. الكوما نو ريسبونس، سواء بقى مع الفويس، مع التون، مع الشيكنج، مع البينفول ستيمولاي، خلاص نو ريسبونس. ولذلك لما اتفقنا عشان انبه البيشن بتاعي، اوكي، لازم نبدا بالفويس، اوكي. اول حاجه سبيك ونورمال تون، اوكي، وبعد كده ابدا اعلي. مفيش ريسبونس، ابدا اخش في الشك، اوكي. الاول هيبقى جنتل شيكنج، وازود شويه لغايه ما اوصل للفيجورس شيكنج. طب ما صحيش معايا، هيبقى بينفول ستيمولاي. حتى البينفول ستيمولاي برضو هبتديها شويه جنتل بينفول ستيمولاي وبعد كده هيبقى، ولكن البينفول ستيمولاي هنا وزاوت تروما. يعني ما اقعدش امسك مثلا البيشن من هنا من ودنه او من خده وافضل اقرص فيه لغايه ان ابص الاقي حصل هيماتوما. وهنعرف احنا البينفول ستيمولاي، يعني دي حته مش المفروض بعملها في الجنرال سيرفي، خد بالك انا ما بعملهاش، ولكن حبيت انبهك ليها، اوكي، عشان تبقى فاهم ايه البينفول ستيمولاي، لان ده من ضمن الميستيكس اللي كتير قوي مننا بيقعوا فيها. حبيت انبهك لحاجتين هنا رغم ان دول مش تبع الجنرال سيرفي. الجنرال سيرفي انت بتديترماين الليفل اوف كونشسنس، بتقول يا اما البيشن بتاعك الورد يا ليسرج يا اوبتينديشن يا ستيوبر يا كوما، اوكي. ولكن ايه السكيل بقى؟ انا بستعمل ايه؟ دايما على طول نقول الجلاسوكوما سكيل. طب لو بيشن في emergency situation هستعمل الجلاسوكوما سكيل؟ لا، الجلاسوكوما سكيل فور لونج تايم للبيشن اللي هو قاعد بيدردن معايا فور لونج تايم. لكن حاجه على السريع كده بسميها AVBU. A يعني البيشن الالرت، خلاص. في يعني فيربال ستيمولاي، البيشن ده كان نايم واول ما ناديته باسمه فتح عينيه، يبقى هنا ليفل اوف كونشسنس اكوردنج تو الفيربال ستيمولاي. البيشن ده بينفول ستيمولاي، اوكي، او ان ريسبونسيف، حتى البينفول ستيمولاي. فده دايما بنستعمله في ايه؟ في الرابيد اسسمنت، اوكي. خلاص يبقى عرفنا حتى الاستيمولاي بيبقى بيزد اون كاتيجوري. تعالوا نشوف الاستيمولاي. وزي ما اتفقنا انا لسه ما مدتش ايدي، الجنرال سيرفي يا جماعه انا ما مدتش ايدي تجاه البيشن، ولكن ابقى عارف، اوكي، عارف ايه؟ عارف ان لما اجي اعمل بينفول ستيمولاي هعملها فين. ودي القصه اللي احنا كتير مننا تبص تلاقيه جه عند الاير لوب، اوكي، جه عند الشيك، اوكي، جه عند النوز من هنا من الحته السوفت، وبدا يعمل ستيميوليشن لدرجه ان للاسف البيشن يحصل له هيماتوما. لا، هقول لك حاجه، اوكي، هنا عنده قدام انتيرو تو ذا اير، قدام الودن من هنا بتلاقي فيه بون، اوكي، وبز عليها ببدا اعمل البريشر بتاعي. طيب مين تاني هنا؟ الاسترنم، اوكي، او اندر كلافيكال او الترابيز، اوكي، العضله اللي هنا، اوكي، اعمل عليها بريشر، اوكي، او التيبس اوف فينجرز هنا بقلم كده وابدا اعمل البريشر بتاعي، اوكي. يبقى هم دول الثلاث مواضع، ترابيز،
in front of the ear الستيرنم او under clavicle tips of fingers and ايه دي الثالثه دي اللي هي ايه البري اوربيتال اريا اللي هي عظمه الايه الاي. اوكي الاي كده هتلاقي فيه حته عظمايه، هاجي هنا عند الانر اسبكت اوكي وابدا اعمل البريشر بتاعي اهو بالصعب. اوكي ولذلك هنا هستعمل الصامب اهو عند الاوربت اريا او الاوربت بون. اوكي هنا عند الاسترنم برضو هعمل بريشر، هنا هعمل بريشر على الاسترنم. الترابيز ببدا بنش الترابيز بتاعي بالثامب والميدل فينجر والاندكس اهو بعمل كده. اوكي يبقى اذا حتى التكه دي انا بعملها بطريقه حريصه جدا عشان ما اعملش ايه تروما فور ذس بيشنت. شايف البنش فور ذا ترابيز ماسلز. اوكي طيب خلاص عرفت الليفل اوف كونشسنس وقدرت اعمل لها كاتيجورايزيشن. اوكي تعالى نشوف حاجه تاني في الفيزيكال ابييرنس السكين كلرز. اوكي يهمني ان انا اوبزرف السكين كلرز وابص على ايه في السكين كلرز. ابص على اللبس، يمكن دي اكتر حاجه بتقول لي الريسبيراتوري سيستم بتاعتي اخبارها ايه. ابص على البريفرال سيركيوليشن. اوكي يبقى دي بريفرال سيركيوليشن دي سيستماتيك سيركيوليشن، دي بتانديكيت البلاد سبلاي اللي واصل للابر اكستريميتيز واللور اكستريميتيز اخبارها ايه، دي بتانديكيت الريسبيراتوري والكاردياك ماسلز اخبارها ايه. اوكي فها الكالرز الجنرال بقى في الفيس كله ممكن هلاقي بيشن لايت تو بينك، ممكن الاقي لايت تو دارك، الاقي براون، الاقي وايت اند سو اون، ولكن عيني بتبقى دايما على اللبس. اوكي ممكن الاقي مثلا البيشن بتاعي اقول له في اكستريم بالور ده مصفر خالص، وده هلاقيها في حالات الهايبوتنشن حالات الشوك. اوكي هلاقي البيشن بتاعي ايه اكستريم بالور الانيميا والشوك، وزي ما اتفقنا هلاقيها في اللبس في الانر اسبكت او ذا ليبس اندر ذا تانج، ودول الثلاث اماكن اللي تقول لي السيركيوليشن فيها مشكله. اوكي يعني لو البريفري بيل لا ده ممكن البلاد سبلاي جاست اللي واصل، لكن لو انا لقيت هنا ساينوزس او قلت للبيشن افتح بقك وجبت البين لايت بتاعي اوكي وبصيت على الانر اسبكت اوف ذا تانج ولقيته ساينوتيك ده الكاردياك والريسبيراتوري فيهم مشكله. خلاص البريفرال ده ممكن شويه برد، لو الاوضه برد شويه الاقي فيه ساينوزس اوف ذا بريفرال. طيب لو انا عندي بيشن الناس السودانيين شويه بيبقى لونهم يعني بلاك فما بيبقاش حد، طب اللبس دي انا مش هشوفها هي كلها بلاك، اعمل ايه؟ ده هنا بقى هشوف الانر اسبكت اوف كونجنكتيفاي، هبدا بقى هنا على الاوربت دي واعمل ستريتش واقول للبيشنت بص لفوق ويبص لفوق. اوكي واشوف الانر اسبكت اوف كونجنكتيفاي، فلو فيها بيل او ساينوزس البيل هيقول لي ان في انيميا او هايبوتنشن او شوك، والساينوزس هلاقي ان في مشكله في الجاز اكستشينج في الريسبيراتوري سيستم. اوكي ممكن الاقي بيشنت فلاج وشه محمر. اوكي طب ايه مين الفلاج ده؟ اوكي ممكن فيفرش. اوكي ممكن الناس يا جماعه اللي هي الكاشنج سندروم اوكي والسيستميك لبس اوكي بلاقي وشها محمر، ده بينديكيت ايه؟ ديزيز. يلو ديسكالريشن اوكي زي الجوندس. خلاص حالات الهيباتيتس حالات الليفر سيروزس هلاقي يلو ديسكالريشن. اوكي اللوس التون جراي ساينوزس في الريسبيراتوري والكاردياك، في ليجون في الفيس وفي السكين. اوكي وهنعرف الديفرنت ليجون ايه التايبس بتاعها، هل هي برايمري سكندري، في ابسز، في مثلا فيزيكال، وكل الليجون دي هنتكلم عنها في السكين سكين والهير اسسمنت. يعني دي من ضمن الكيسز الابنورماليتي اللي احنا بنشوفها حالات الفيتيلايجو، هلاقي وايت باتشز شوف الاقي مثلا الكالرز بتاعي بلاك او وايت اند سو اون، لكن هلاقي فيه وايت باتش دي في حالات الفيتيلايجو. ادي الجوندس. اوكي هنا ده ساينوزس، شايفين البريفري اخبارها ايه؟ اوكي ايه تاني؟
هأوبزرف السكين كولرز، ممكن يبقى فيه ليجون اللي احنا اتكلمنا عنها زي الهربس اللي بتظهر احيانا في الاوتر كورنر اوف ذا ماوس، اوكي، وتلاقي فيه حبيبات كده معبيه ميه في الانر اسبكت، ويقول لك ايه طلع لي هربس، ودي للاسف بتبقى من ضمن الكوميونيكابل ديزيز وممكن اتعدي منها. عباره عن ايه؟ فيزيكال يعني ايه؟ زي حويصله كده وفيها ايه؟ ميه. اول ما اسمع كلمه فيزيكال اعرف ان هي عباره عن سيس كونتين فلويد، اوكي، وبتبقى بينفول وريد، وممكن الاقيها يوني لاترال. اهم حاجه برضو من القصص بتاعتها يوني لاترال، مش هلاقيها على التو سايد، اوكي، ودي برضو من ضمن الحاجات اللي هي ايه كومن اخد بالي منها. ممكن احيانا الاقي على الفيس بتاع البيشن سبايدر انجوما. ايه السبايدر انجوما دي؟ عباره عن سنتر وطالع منه ايه؟ ويب لايك، عامله زي خيوط العنكبوت، اوكي، ودي ممكن هلاقيها ساعتها. انا لو لقيتها على الفيس بتاع البيشن اسك البيشن الشبكه دي او الحاجه اللي في وشك دي يا ترى في حته تانية من جسمك؟ يقول لي مثلا ده في جتنين هنا في الابر شيست، وفي 2 في ايديا، وفي واحده في ظهري، اوكي، ودي بتانديكيت سبايدر انجوما. دي لو موجوده بتانديكيت يا اما البيشنت ده عنده كاردياك بروبلم يا ليفر بروبلمز، اوكي، واكتر من 3 في قلب الجسم يانديكيت ليفر اور كاردياك، اوكي. لو واحده 2 مفيش مشكله، اقل 3 مفيش مشكله، اكتر من 3 يبقى فيه مشكله، اوكي. بسميها سبايدر انجوما. لا في حالات الليفر سيروزس وفي حالات الهارت ديزيز. ايه تاني من ضمن الحاجات اللي انا باخد بالي منها؟ الفيشيال فيتشرز. ايه الفيشيال فيتشرز دي؟ انا ساعتها انتي قلت لنا ان احنا نسبكت السيمتريه في الفيس. طب هنسبكت السيمتريه ازاي في الفيس؟ ايه الحاجات اللي تقول لي ان الفيس ده سيمتريكال؟ اوكي، الاي برو هنا في واحد وهنا في واحد. النيزوليبيال فولد لو ضحكت ايه دي؟ بسميها نيزوليبيال فولد، اوكي. البالبيبرال فيشرز ده المسافه من الابر ليد واللور ليد اللي هي فتحه العين بتاعتي. هل يا ترى فتحه العين هنا زي هنا، رايت زي ليفت؟ الاي برو سيمتريكال، النيزوليبيال فولد سيمتريكال ولا لا؟ اوكي، يبقى هم دول ال3 حاجات اللي بيزد عليهم بديترماين سيمتري اوف ذا فيس اور فيشيال فيتشر. اي برو، نيزوليبيال فولد اند بالبيبرال فيشرز. طب هو في ممكن بعض الكيسز يعني تعالى نشوف في حالات الباركنسونيزم بتلاقيه ايه؟ ماسك لايك فيس وموبايل فيس، لا بيضحك ولا بيعمل، تحس ان هو واحد الفيس بتاعه ثابت مفيش اي رياكشن عليه، فبسميه ايه؟ ماسك لايك فيس. وفي حالات الباركنسونيزم، اوكي، ده كمان بتلاقي فيه elevated eyebrow، اوكي. طيب ايه تاني؟ البيلس بولسي، اوكي، وده لما يبقى فيه فيشيال افكشن، فيشيال نيرف افكشن، بلاقي ايه؟ بلاقي حصل اي دروب، اوكي، absence of nasolabial fold. حتى البيشن لما بيضحك بتلاقي والله يا ابني الحمد لله، يعني مش عارف، الحمد لله لما من ساعه ما جات لي الجلطه دي الحته دي مش بتتحرك، وتلاقي فيه سلايفيشن نازله، اوكي. ممكن تلاقي في المنطقه دي في accumulation of food. شايف كل حاجه من دول بتقول لي حاجه ازاي؟ يبقى البيلس بولسي في حالات السريبرو فاسكولار ستروك ابص الاقي حصل اي دروب loss of nasolabial fold ودروبنج corner of the mouth. حالات الاوكسوفثالمس في الهايبر ثايروديزم في يحصل بروتروجن في الاي، وبالتالي هتلاقي في افكشن في الاي برو والنيزوليبيال فولد والفيشيال اكسبريشن. حالات الباروتيد انلارجمنت، اوكي، الباروتيد جلاند دي لما بيحصل تبقى انفكتد بلاقي فيه انلارجمنت على وان سايد، وبالتالي لوس النيزوليبيال فولد، اوكي. حاجه كمان من ضمن الحاجات اللي انا ببص عليها في الفيزيكال الساينس اوف ديستريس او الكومفورت ليفلز. نورمالي المفروض انا قاعد ريلاكس، التو هاند على التو سايد، اوكي. ولكن لو انا اندر ستريس او في هيلث بروبلم زي حالات الكاردياك والريسبيراتوري ببص الاقي البيشنت بتاعي ايه؟ اوكي، لا في ابنورماليتي وفي ساينس اوف ديستريس بتبان عليه، اوكي. نورمالي comfortable
التو هاند على التو سايد، قاعد ريلاكس، في اي كونتاكت، في كوبريشن بين البيشنت اند اكزامينر، اكسبت هذا الفيشال اكسبريشن. لو انا ستريس قاعد وعمال اهز في رجلي طول ما انا قاعد مثلا كفيشال اكسبريشن، اوكي، جرامسنج، فروين، اوكي، بيتنج لابس، اوكي، ممكن برايس ماي بادي بارت، اوكي، ماسكه كده، اوكي، ممكن من كتر الاستريس عمال ايه الفينجر نيلز، ممكن قاعد اخبط بصوابعي على الكرسي اللي انا قاعد فيها، ممكن قاعد عمال اهز رجلي. فكل دي بتindicate signs of distress. في مشكله هنا في الكومفورتابيلتي فور ذيس patient. اوكي، البريزنج باترن، البريزنج باترن ده هتلاقيه من ضمن الساينس. طبعا، يعني مثلا حالات الهارت ديزيز بتلاقيه قاعد على الكرسي، اوكي، بيريزيست تو ليننج فورورد، تلاقيه قاعد وفارد صدره كده. ده معناه ايه؟ هو لو قعد وتنى جسمه كده، ده بيعمل كومبريشن على الهارت ويعمل افكشن على الريلاكس السيستول والدايستول، وبالتالي ايه بيخلي البيشنت بيكومبلين فروم ديسني. ولذلك دايما تلاقيه قاعد، اوكي، بيريزيست ليننج فورورد. خلاف البيشنت بتاع الريسبيراتوري بتلاقيه قاعد ايه leaning forward برايس الارم، اوكي، قاعد وساند ايديه كده. ليه؟ عشان يزود الشيست اكسبانشن بتاعته. اوكي، يبقى انا في الفيزيكال ابييرنس شفت ايه؟ فيزيكال وسيكسوال ديفلوبمنت. اوكي، شفت ايه تاني في غير الفيزيكال والسيكسوال ديفلوبمنت؟ الليفل اوف كونشسنس، السكين كولرز، اوكي، الساينس اوف ديستريس، اوكي، الفيشيال فيتشرز. طب تعالوا نشوف كومبوننت تاني من الاوفر اول امبريشن اللي هو البادي ستراكشر، تركيبه الجسم بقى. هشوف ايه في البادي ستراكشر بتاعي؟ ستيتشرز اند سيمتري. والستيتشرز هنا مين؟ هايت، والهايت اند سيمتري. سيمتري مع ايه؟ اكيد مع الويت. اوكي، هبص على ايه؟ النيوتريشنال ستيتس، اوكي، والفات ديستريبيوشن بتاع البيشنت ده. البوتشر هنا في الستاندنج والسيتنج، اوكي، وهشوف البوتشرز، هشوف البوزيشن وهو قاعد، هل يا ترى قاعد ريلاكس وكومفورتابل ولا في مشكله في البوزيشن. البادي بيلت اند كونتور، تركيبه الجسم بقى وابعاده، اوكي، يعني بنبص نلاقي مثلا تقول رجليه طويله قوي الراجل ده، ايديه طويله، اوكي، النص الفوقاني اطول من النص التحتاني، يبقى ده بسميه بادي بيلت اند كونتور، وهنشوف ده بيindicate حاجه ولا لا. تعال نشوف ستيتشرز اند سيمتري. زي ما اتفقنا what you means by ستيتشرز، اوكي، الهايت، اوكي، نورمالي الهايت المفروض appears with normal range for age، يعني ما بلاقيش طفل صغير مثلا 200 سنتي او العكس، اوكي، ده المفروض according to age according to weight، اوكي، وفي سيمتريه، اوكي. طيب ممكن الاقي ايه الابنورماليتي اللي انا ممكن الاقيها في الستيتشر اند سيمتري؟ في الهايت ممكن الاقي البيشنت بتاعي مثلا اللي هو الناس الاولد ايج فيهم كيفوزس، اوكي، ممكن الاقي بعض الناس ايه عنده لوردوزس، تلاقيه مرمي لورا كده، اوكي، ممكن الاقي واحد تاني تلاقيه ماشي كده سكيلوزس، اوكي. فكل دي ديفورميتي بالنسبه للهايت بتاعي فور ذيس بيشنتس، اوكي. ممكن الاقي في حاجه تانية، الاقي في asymmetrical location of body part. المفروض انا الشولدر بارل تو ايتش اذرز، لا انا لقيت الشولدر ده كده واقع، اوكي، او الشولدر ده طالع لفوق، او الكتف معمول كده، يبقى هنا في asymmetrical body location، اوكي. طيب ممكن الاقي ايه تاني في الهايت؟ الناس الدوارفيزم، اوكي، والجايكانتيزم والاكروميجالي. الدوارفيزم يعني ايه دوارفيزم؟ يعني هنا الجروس هرمون اثناء الولاده في مشكله، في لو جروس هرمون من البيتيوتري جلاند، اوكي. فببص الاقي الناس دي رغم ممكن يبقى عنده 50 سنه لكن قزم، اوكي. والعكس الجروس هرمون لو كان عالي اثناء الولاده، اوكي، هيعمل لي ايه؟ جايكانتيزم العملاقه، تلاقيه طويل قوي، اوكي. اوكي، طبعا بالنسبه مقارنه بالنسبه للايدج بتاعه لا في مشكله، اوكي. اكروميجالي،
اوكي. يبقى الدوارفيزم والجايكانتيزم يا اما انكريز يا ديجريز في الجروس هرمون ات ايه؟ ديليفري. هو مولود كده يا لو جروس هرمون يا هاي جروس هرمون. لكن الاكروميجالي حصل مشكله في الجروس هرمون من البيتيوتري جلاند افتر ادلتهود، بعد ما خلاص المفروض كبر ووصل، حصل تيومر، حصل مثلا يعني هي في الغالب كلها معظمها حالات التيومر لما بتأفكت على الانتيرو بيتيوتري جلاند فبتعمل لي ايه؟ بتعمل لي انكريز في الجروس هرمون. طب ما خلاص الواحد كبر بقى وخلاص كل اعضائه قفلت، لا تبص تلاقيه بقى يحصل اللارجمنت في الفيس، اوكي، في الماوس، في النوز، في الاير، في الابر اكستريميتيز واللور اكستريميتيز. فدي بسميها اكروميجالي. يعني اذا انا مجرد ان انا بصيت على الستيتشر والسيمتري هنا وبصيت على الهايت وبدات، لا ده انا ربطت وقدرت اطلع كمان ب what about problems related to this patient. النيوتريشنال ستيتس، واتفقنا زي ما شفت الهايت هشوف الويت بتاع البيشنت، هشوف الفات ديستريبيوشن. نورمالي المفروض يبقى فيه ايكوال فات ديستريبيوشن، ما لاقيش فات ديبوزيشن في منطقه الويست او منطقه الابدومين او منطقه الباك. اوكي، هلاقي الناس الاولد ايج بيلوس السبكوتينيوس تيشو، تلاقيهم يا عيني جلد على عظم خلاص. فحتى ده، ولذلك بلاقيهم بيلبسوا لبس كتير اثناء السمر. اوكي، ممكن الاقي الناس الكاشكسك والمال نيوتريشن بيلوس السبكوتينيوس تيشو. ممكن الاقي في ناس تانية عندها اوبيزيتي واوفر فات ديستريبيوشن على الويست والابدومين. الناس الاسايتس، اوكي، ده هنا في accumulation of fluid in the abdomen. يبقى كل الحاجات دي must be considered. هلاقي الناس بتوع الكوشنج سندروم دايما الفات ديستريبيوشن بتاعهم between السكابيولا. اوكي، يبقى اذا حتى الفات ديستريبيوشن كل واحد منهم بيقول لي what about problems for this patients. اوكي، ده الناس الكوشنج سندروم. اوكي، بتلاقيه ما شاء الله فلاشد، وشه محمر كده ومون فيس. احنا بنقولها دايما بندسكرايب مون فيس. اوكي، الفات ديستريبيوشن ما شاء الله فيه فات وكده، ده صحته احلى مني، هو في ايه؟ لكن لو بصيت على الابر واللور اكستريميتيز هلاقيها فيري ثين. الايد والرجل دول ما يركبوش على الوش والبادي بيلت ده. دي حالات الكوشنج سندروم. الكوشنج سندروم يعني ايه؟ السوبرا رينال جلاند هنا فيها مشكله، اوكي، وبالتالي ايه؟ ببص الاقي فيه ووتر وصوديوم اند ووتر ريتنشن فور ذيس بيشنت. ولكن بعرفه، اوكي، رغم انه فلاشد فيس، اوكي، ومون فيس، اوكي، والفات ديستريبيوشن اهي البافالو هامب، هلاقي فيه هنا فات ديستريبيوشن بتوين السكابيولا والشيست والابدومين والويست، الا ان الابر واللور اكستريميتيز فيري ثين. اوكي، الناس الكاشكسك، اوكي، هتلاقي ساكنج اي، عينيه داخله لجوه، ساكنج شيك، اوكي، خدوده كده يعني بنقول ايه؟ مشفوطه لجوه. اوكي، فده لا، ده واحد كاشكسك مال نيوتريشن. ممكن يكون جاله دايريا، ممكن يكون من كتر ممكن يكون كمان عمل ايه؟ عمل دايت رهيب قوي. اوكي، ممكن يكون ملوش نفس للاكل خالص، ما كلش بقيله كذا وقت، ممكن يكون دايابيتك اند سون. في حاجات كتيره قوي، بس ها في الاخر النيوتريشنال هلاقي في ساكنج اي، ساكنج شيك. الناس الديهايدريتد هلاقي برضو نفس الكاركترستكس. ده انا كمان ممكن اشوف الانتركوستال سبيس هلاقيها ريتراكتد داخله لجوه. شايفين السكابيولا، اوكي، والكلافيكال بتاعتي، اوكي، ساكنج. اوكي، حاجه كمان من ضمن الحاجات اللي انا هبقى اشوفها في البادي ستراكشرز اللي هي البوتشرز. وزي ما اتفقنا البوتشر بتاعي في السيتنج والستاندنج. اوكي، البيرسونز مفروض ستاند كومفورتابلي، واقفه كومفورتابل، اوكي، وقاعده ريلاكس. اوكي، التو هاند على التو ارم، سوري، التو هاند على التو سايد،
اهو. اوكي، هو في ممكن حاجه وحاجه كمان من ضمن الحاجات اللي احنا اوبزورف ليها عشان اشوف الستاندنج والسيتنج بتاعي within normal range بحاجه بسميها بلامب لاين. بلامب لاين يعني ايه؟ بجيب خط كده من الاير لوب، اوكي، من الشولدر، من البلفس، من الباتيلا، من السول، اوكي. يبقى الخط ده هيبقى ايه؟ طولي. معدي منين؟ معدي من الانتيريور اير او الاير لوب بنسميها، اوكي، الشولدر، الهاب، الباتيلا، الانكل. خط طولي. هو في ممكن يحصل ديفيشن؟ طبعا. يعني مثلا حالات الكيفوزيس، شوف الاير لوب حدف لقدام، اوكي، شوف الشولدر طالع لقدام. اللي ممكن يكون على لاين واحد اللي هو الهاب والباتيلا والانكل. الناس سكيلوزيس نفس القصه. سوري، كده قلنا كيفوزيس، اوكي، سكيلوزيس، اللوردوزيس. خلاص. وحالات اللوردوزيس دي ممكن الاقيها في البريجنانسي، وممكن الاقيها في بعض حالات الاسايتس، تلاقيه يا عيني من كتر الاكيوميليشن فلويد اوف ذا ابدومين بيبقى ماشي كده اكتافه مرميه لورا عشان يعمل البالانس. اوكي. البوتشرز ده ممكن البوتشر كمان ده وضعيتي بتانديكيت المود بتاعي. اوكي. ساعات واحنا الصبح كده جايين الاقي زميلي ايه جاي كده، اقول له مالك في ايه؟ من مجرد بس انا ايه لاحظت ايه؟ سلامبت شولدر بتاعه مرميين لقدام جاي كده. اقعد اقول له ايه بتجر ازيال الخايبه معاك وانت جاي في ايه اللي حصل؟ اوكي. فهو ده واحد ديبريسد، متضايق من حاجه، في حاجه حصلت له، في مشكله اند سو اون، فده بسميه سلامبت شولدر. اوكي. في واحد تاني وانا بكلمه مثلا يبقى ايه؟ في ريجيديتي وستيفنس في الموفمنت اوف ذا نيك، اوكي، لدرجه ان انا مثلا يعني واحد بيكلمه، اوكي، بدل ما يعني اللي بيكلمه ده جاي مثلا سي من الناحيه دي، لازم كده يموف از وان يونت. ليه؟ لانه في مشكله هنا في السيرفايكال مش قادر يبص له. اوكي. يبقى ريجيد وابرايت بوزيشن may be indicate برضو الانكزايتي. الناس اللي ستريس، اوكي، بتبص تلاقيه ايه؟ واقف بقى. شوف الريجيديتي، اوكي، وبلاس والابرايت بوزيشن، لا ده واحد متحفز عايز يتخانق مع حد، في ستريس وانكزايتي هنا. يبقى حتى البوتشرز ووضعيتي سواء في الستاندنج او السيتنج بتانديكيت المود بتاعي. اوكي. ادي البوتشرز زي ما اتفقنا. البلامب لاين بتاعي من الانتيرو اير لوب، الشولدر، الهاب، الباتيلا اند انكل، بينديكيت اسكيلوزيس، الكيفوزيس، اللوردوزيس. اوكي. ايه تاني؟ البوزيشن وانا قاعد بقى، يا ترى ايه البوزيشن بتاعي؟ قاعد ريلاكس، التو هاند على التو سايد، ماي ارم ان ذا لام في حجري، اوكي، وقاعد ريلاكس، وفي اي كونتاكت ما بيني وما بين الاكزامينر، مفيش مشكله. اوكي. ده النورمال بتاعي. طب لو بيشن عنده اي ابنورماليتي، اوكي، هلاقي مثلا البيشن بتاع السي او بي دي او الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز ده بياخد وضعي ترايبويد بوزيشن. يعني ايه ترايبويد؟ ترايبويد يعني ثلاثي. ثلاثي بمعنى ايه؟ ان هو بيسند على الالبو او الارم اهو، سند عليه، بيليننج فورورد ويسند على ايديه، اوكي، والجذع بتاعه مايل لقدام. اوكي. ليه؟ عشان يزود الشيست اكسبانشن. على عكس بتاع الهارت ديزيز بيريزيست تو ليننج فورورد. اوكي. ابرايت بوزيشن، يبقى قاعد ويل سبورت الباك بتاعه على التشير، اوكي، عشان ايه؟ يافويد السكويزنج اوف ذا هارت، لان لو تنى نفسه كده بيسكويز الهارت ويزود البريشر ويزن الهارت. اوكي. ممكن واحد تاني عنده ابدومينال بين، تلاقيه نايم لك كده في قلب السرير، كيرلد بوزيشن. اوكي. كيرلد بوزيشن دي يعني ايه؟ ده اتكون كده على نفسه زي كانه بنسميها احيانا الفيتال بوزيشن. اوكي. وضع الجنين من كتر ايه؟ البين. اوكي. يبقى ده كمان البوزيشن ده بيindicate what about patient diagnosis.
اوكي، يبقى مجرد البوزيشن لما تلاقي البيشن قاعد ترايبويد بوزيشن ده عنده alteration of gas exchange. اوكي، لقيت البيشن بتاع الهارت ديزيز اهو، ده بيريزيست ليننج فورورد. اوكي، ماشي مثلا وابص الاقيه واقف تيك ا بيريود اوف ريست during الموفمنت، ده اذا هو عنده alteration of comfort easily fatigability في inability to perform الاكتيفيتي اوف daily living. ايه تاني؟ البوزيشن والبريفيرد بوزيشن البيشن اكوردنج للديزيز بتاعه. اوكي، الريستلسنس اور كوايت ده حتى كمان بلاقي في بعض البيشن تبص تلاقيهم قاعدين لا فيري irritable، عمال مش قادر، كل شويه عمال بيتحرك في الكرسي، يقوم ويقعد ويتحرك، هايبر اكتف. ده معناه ايه؟ اوكي، ده ممكن الثيرويد بتاعته فيها مشكله. وواحد تاني بقى بيتحرك حتى بيرد عليا بالتصوير البطيء. اوكي، حتى مثلا في ساعات كده احنا بالعربي عندنا نقول وانت ماشي في قلب الجزمه. اوكي، هو يعني ده معناه ده عنده مشكله يا جماعه في الثيرويد سكريشن. اوكي، عنده هايبوثايروديزم. فماست بي consider each observation may be indicate abnormality. اوكي، involuntary movement، واحد تريمور، واحد عنده paralysis، all of this must be observed. ايه تاني؟ ادي ترايبويد بوزيشن يا اولاد، شايفين الترايبويد بوزيشن قاعد ويل leaning forward support الالبو. اوكي، عشان يزود الاكسبانشن. بس كده؟ لا، ده انا هلاقيه كشكسك. ما هو واحد مش قادر ياخد نفسه هياكل، هتلاقيه كشكسك، هتلاقيه ساكنج ساكنج شيك. بص، شايف الانتركوستال سبيس باينه ازاي؟ شايف الساكنج الكلافيكال، شايف مشفوطه ازاي؟ اوكي، بنسميها الساكنج. اوكي، كل ده ليه؟ This is a problem in chronic obstructive pulmonary disease. البادي بيلت والكونتور. ابعادي بقى، هو ابعادي دي فيها مشكله ثانيه ممكن هطلع منها؟ ده انت بس لو قلت للبيشن extend your arm. اوكي، المفروض من التيب اوف فينجر للتيب اوف فينجرز. اوكي، من التيب اوف فينجر للتيب equal height. لو انت حبيت approximately من الجروين للسيمفيسيس بيوبس equal من السيمفيسيس بيوبس تو السول. فحتى ابعاد الانسان المفروض تكون فيها سيمتريه. اوكي، يبقى اذا البايلاترال muscles are formed and well developed. fingertips to fingertips equal الهايت. من الجروين للبيوبس roughly equal البيوبس to السول. اوكي، هو ممكن الاقي فيه abnormality. ممكن مثلا في حالات المارفن سندروم. ايه حالات المارفن سندروم ده؟ هلاقي ايديه ورجليه طوال جدا. ده انا ممكن جاست بس الصنب ده ابص الاقيه خارج من هنا elongated arm elongated lower limb. ده جينيتك ديس اوردر. اوكي، وبيجي بيحصل ديفكت في الكونكتيف تيشو. هبص الاقي الابر اكستريميتيز واللور اكستريميتيز فيري لونج. بلس كده لا، ده ممكن يحصل افكشن على مستوى الاي، افكشن على مستوى اللنج، افكشن على مستوى الهارت، السوفت تيشو. اوكي، يبقى اذا برضو دي من ضمن الحاجات اللي ماست بي كونسيدر. ممكن الاقي في البادي بيلت والكونتور ممكن الاقي ويب ديجيت اللي هو ايد رجل البطايه. اوكي، بص الصوابع ملتصقه. اوكي، فدي برضو من ضمن الحاجات اللي ماست بي كونسيدر فور ذيس بيشنت. يعني اذا كل حاجه يا جماعه بتقول لك what about problems related to this. كل حاجه انت بتسمعها بتتكلم بتobserve البيشنت بتindicate abnormality. تعالوا نشوف الثيرد ايتمز في الجنرال سيرفي او الاوفر اول امبريشن. هشوف ايه؟ هشوف الجيت والرينج اوف موشن. هشوف ايه في الجيت بتاعي؟ اوكي، هشوف ايه في الجيت بتاعي؟ اوكي، الجيت بتاعي وانا ماشي بتوك with this patients must be observed الباترن اوف موفمنت فور this patients. اوكي، هأوبزرف ايه تاني؟ الرينج اوف موشن فور this patient، الجيت، المانر اوف ووكينج،
وزي ما اتفقنا ده دايما دكتور المخ والاعصاب دايما بيوبزرف اول ما البيشن يخش عليه يشوف المانر اوف ووكينج. اوكي نورمالي انا الشولدر وايد، اوكي مسافه الشولدر ايكوال للمسافه ما بين الرجلين. ببقى ماشي اريكت كومفورتابل، التو هاند على التو سايد سوينج ايتش اذرز، بلاقي نفسي ماشي كده. ده النورمال باترن اوف جيت. اوكي ممكن الاقي في حاجه ممكن الاقي بيشن مثلا ماشيين كده. اوكي ممكن الاقي بيشن ماشي كده سكيلوزيس لوردوزس اند سو اون. يبقى الجيت مانر هنا ممكن لو في مشكله must be assess musculoskeletal system for this patients. اوكي ممكن الاقيه استدي واحد تاني الاقيه ماشي هيقع مني and so on. اوكي الرينج اوف موشن وهو قاعد، هل يا ترى بيبص لي في اي كونتاكت؟ لو رحت ناحيه بيلف وشه معايا وبيكوميونيكيت. لو قلت له مثلا لف على جنبك اليمين على جنبك الشمال بيلف معايا وزعوت بين ده بيقول لي الموفمنت. حركه ايديه حركه رجليه وهو قايم وهو قاعد. ممكن واحد يجي يقعد يروح ساند على الكرسي، ده بينديكيت ايه؟ بينديكيت له باك بين. يعني مجرد حتى قعدته على الكرسي بتindicate problems. اوكي هل في باراليسيس؟ هل في اتروفي؟ هل في هايبرتروفي؟ all of this must be considered. اخر ايتمز من ضمن الجنرال سيرفي اوكي اللي هي ايه؟ البيهيفير او الاوفر اول امبريشن اللي هي البيهيفير. هشوف ايه في البيهيفير؟ هشوف الفيشل اكسبريشن قلناها، هشوف المود والافكت، هشوف السبيتش، هشوف الدرس، هشوف البيرسونال هايجين. ومعظم الحاجات دي قلناها واحنا بنتكلم. الفيشل اكسبريشن اوكي المفروض نورمالي يبقى في اي كونتاكت. اوكي المفروض في سمايل وفروين ابروبريتلي. بتكلم عن حاجه مزعلاني الاقي نفسي ايه؟ في فروين كده. اوكي او الاقي في ساد في الفيشل اكسبريشن بتاعي. اوكي لكن واحد بيتجنب الاي كونتاكت. اوكي ده في ستريس وانكزايتي هنا، في ديبريشن، البيشن ده المود بتاعه فيه مشكله. اوكي او مثلا ماسك لايك فيس زي حالات الباركنسونيزم، ستارلينج لوك او بروترودد اي. يبقى الفيشل اكسبريشن هنا بينديكيت ماني ديزيز. اوكي وادي الديفرنت. ده نورمال العادي اللي بيرسبوند. اوكي والله لو مثلا عندي شوكد تلاقيه مبحلق عينيه كده وهو بيبص لك، واحد هابي تلاقيه مبسوط، واحد ساد تلاقيه حزين. كل ده بيبان على الفيشل اكسبريشن اوف ايه؟ بيشنت انجري. اوكي الفيشل اكسبريشن زي ما اتفقنا البروتروجن في حالات الهايبر ثايروديزم او الجريفز ديزيز، البري اوربيتال ايديما اوكي في حالات النفروتيك سندروم بتلاقي كده البري اوربيتال اريا بتبقى انلارجد وفيها اكيوميليشن اوف فلويد. المود والافكت. يبقى انا البيهيفير اول حاجه شفت الفيشل اكسبريشن، تاني حاجه هشوفها المود والافكت. المود والافكت، الافكت اللي هو بيبان على الفيشل اكسبريشن بتاعي. اوكي انا سعيد، انا ساد، انا اون بين، انا ستريسد، انا انكزايتي. اوكي في ساعات مثلا بيشنت تلاقيه ايه مش باين عليه حاجه او باين عليه ان هو سعيد ومبسوط. اوكي وحتى انت تقول له ما شاء الله انت يعني ايه سعيد ومبسوط، يقول لك والله ده انا مودي زي الزفت. اوكي مودي. يبقى المودي دي must be expressed by patient. اوكي يعني دي حاجه لازم هو يقولها، دي الايموشن الانر ايموشنال ستيتس فور ماي بيشنت. اوكي واكوردنج هلاقي نورمالي البيشنت بيبقى قاعد كومفورتابل according to situations، بينتراكت وفي اي كونتاكت مع الاكزامينر during الاكزامينيشن. اوكي لكن بتلاقي في بيشنت باجريسيف، بيرفيوز، not cooperative, uncooperative. اوكي هاستل، في اجريشن وفي ردود. الله هو في ايه؟ ده ممكن يبقى في mental problems for this patient. في بيشنت تاني anxious ابسي مش باين عليه اي حاجه. ممكن بيشنت كمان تبص تلاقيه يعني مثلا بيحكي لك عن حاجه المفروض ان هي يبقى فيها ساد وهو بيضحك.
هو في ايه؟ ده المنتال، في منتال بروبلمز هنا related to this patients. السبيتش ودي اتكلمنا عنها وقلنا يا جماعه السبيتش لازم اخد بالي من الباترن اوف سبيتش نورمال. اوكي، البيس اللاودنس اوكي within normal loud، لا هاي ولا لو. اوكي، لان الهاي واللو برضو بيindicate، يعني الناس بتوع الهايبوثايروديزم بتلاقيه بيتكلم بصعوبه. اوكي، مش بصعوبه ان هو مش قادر يتكلم، لا مفيش طاقه ان هو يتكلم. الناس اللي هو السي او بي دي والكاردياك بروبلمز اوكي بتبص تلاقي بيتكلم كلمتين وياخد نفس ويرتاح ويبدا يكمل كلامه. اوكي، فmust be considered speech for loudness, clarity, pace and coherence. coherence يعني ايه؟ understandable. البيس المسافات ما بين الكلام، لان في ايه؟ non stop speech، مش قادر توقفه. انا امبارح كنت تعبان جدا وزهقان وما اعرفش ايه، ورحت للدكتور والدكتور ما قاليش حاجه، ولفيت على كذا دكتور ورحت للمستشفى والمستشفى نون ستوب، مش قادر توقفه. يبقى ده برضو في منتال بروبلمز. اوكي، الكوهرنس اندرستاندبل ولا بيقول كلام غير مفهوم، لان ده بيindicate cerebral vascular accident or cerebral vascular stroke. اوكي، حاجه كمان السبيتش كلير واندرستاندبل ومودريتلي بيسد، ده النورمال بتاعنا. اوكي، اكوردنج للكالتشر والوردز بتاعتي، اكوردنج للكالتشر والاديوكيشن بتاعتي. اوكي، فدي ماست بي ايه كونسيدرد. اوكي، خلاص نبص على ايه تاني؟ على الدريس، لبسنا بقى ولبس البيشن، ودي اتفقنا البيشن نورمالي الدريس بتاعه ابروبريت تو ويزر، انا في السمر ولا في الوينتر ولا في ايه بالظبط. اوكي، ولكن لو البيشن اولدر هلاقيه هيفي شويه، رغم ان احنا في الشتاء لان هو متقل اوفر، وفي الصيف برضو متقل. ليه؟ عشان هو لاس السبكوتينيوس تيشو. ممكن الاقي في الدريس بقى الاقيه uncoordinated. اوكي، مش unclean untied. اوكي، وده بيindicate يا اما البيشنت جاي في emergency situation، او في lack of caregiver، مفيش حد بيعتني بيه، او الناس الهومليس. اوكي، ممكن الاقي الدريس بتاعه excess او لايت، ممكن الاقي extremely loose clothing. اوكي، هدومه واسعه قوي عليه، ده معناه ان في ويت لوس، او هدومه ضيقه والزراير يا دوبك مقفله بالعافيه وفي زرار منهم اتفتح. اوكي، ده معناه ان في ويت جين. اوكي، يعني اذا حتى اللبس، تنسيق اللبس، الالوان، كل ده بيindicate something. اوكي، زي ما اتفقنا لو ميل وجاي بقميص مشجر وورود وحاجه تحس ان هي لا بتميل الى الفيميل اكتر، يبقى ده فيه هرمونال بروبلمز. اوكي، حتى الشوز بتاعتي، لو انا مثلا مش رابط الرباط بتاع الشوز بتاعي، اوكي، ده بيindicate حاجه، ممكن عنده لو الليمب اديمه، او عنده لو باك بين، ما هو مش قادر ينزل يربط الشوز بتاعته، فده ايه معنى بيindicate. ساعتها كل حاجه من دول هقول له هو انت مش رابط، ما باخد هيستوري بقى، انا لاحظت اوبزرف. اوكي، كتبت الاوبزرفيشن بتاعتي، هاسك البيشنتس تو فاليديت الداتا. هو انت الشوز بتاعتك مش مربوطه ليه؟ يقول لي والله يا بنتي ما بقدرش اربطها. ده انا بعد كده قلت لابني ايه، ما تجيبليش بعد كده الشوز اللي فيها رباط دي، هات لي الحاجه اللي هي تتلبس على طول. ممكن الاقيه لابس حاجه ما فيهاش رباط ولكن تاني الشوز من ورا. الله، يعني مش قادر ينزل يدخل رجله. اوكي، يبقى هنا عنده مشكله، يا اما ريسبيراتوري يا اما كاردياك، برضو مش هتخليه ينزل ويوطي، لان كل ده هيعمل لي بريشر على الهارت. اوكي، البيرسونال هايجين، نظافه بقى. اوكي، يا اما هلاقي في بور هايجين، حالات الدبريشن، اوكي، حالات الدمنشيا، حالات الناس الهومليس، كل دول هلاقيهم في بور هايجين. اوكي، طيب يبقى اذا انا طلعت من الاوفر اول امبريشن اللي هي الفيرست ايتم اوف جنرال سيرفي، بصيت لايه؟ بصيت للابيرنس، فيزيكال ابيرنس، للبادي ستراكشر، للموبيليتي، للبيهيفير، واقدر اكتب بقى الابيرنس appears to be reported age، علقت على الايدج. sexual development علقت على السكس.
نورمال سكين كلر، علقت على السكين كلر. الرد اورينتد على الليفل اوف كونشسنس. فيشال فيتشر اند سيمتري. فيشال فيتشر الايبرو، النيزوليبيال فول، البالبيبرال فيشرز. نو ساينس اوف اكيوت ديستريس. يبقى انا مسكت كل ايتمز وبدات اكتب الكومنت بتاعي عليه. البادي ستراكشرز، بصيت على الويت والهايت وقلت ويزن نورمال رينج. بصيت على البوتشر وقلت ستاند اريك. بصيت على البوزيشن ولقيته سيت كومفورتابلي. بصيت على البادي بيلت اند كونتور ولقيت بادي بارت ايكوال بايلاترال. بصيت على الموبيليتي، على الجيت والرينج اوف موشن وكتبت الكومنت بتاعتي. على البيهيفير بصيت على الفيشال اكسبريشن، بصيت على المود والافكت، بصيت على الهايجين، على البيرسونال هايجين، على الدريس، وكتبت كومنت على كل واحده فيهم وطلعت منهم. المفروض بقى كمان نضيف هنا كولوم ونقول النورسن دايجنوزس. انا طلعت من هنا بايه؟ في الابيرنس، المشكله، البروبلمز. طلعت في البادي ستراكشر، الموبيليتي، البيهيفير. واقدر ساعتها هكتب الكونكلوجن بتاعي بيزد على الفور كاتيجوريز اوف اوفر اول امبريشن. يبقى اول ايتم اوفر اول امبريشن. تاني ايتم الفيتال ساينس، وطبعا مش هنخش فيها في ديتيلز لان دي برضو ان شاء الله ممكن نبقى نعمل لها سبيسيفيك بقى ازاي بناخدها، ايه الكونسيدريشن، ايه الستبس بتاعتها، ايه البريباريشن. لا ده دي سيبريت، ولكن هعمل برضو اوفر اول وانا باخد الفيتال ساينس فور ذيس بيشنز. يبقى لازم اشوف التمبريتشر والبالس والريسبيريشن والبلاد بريشر. لو هشوف التمبريتشر بتاعتي must be consider all factors may be affect على التمبريتشر. الويذر بتاعي، التمبريتشر في الروم بتاعي. البيشنز كونديشنز، ما يكونش واحد جاي من extraneous exercise واقول ده التمبريتشر بتاعته high and must be asked questions about factors may be affect على normal temperatures. انا عارف، المفروض ابقى عارف ان النورمال تمبريتشر بتاعي 36.5 to 37.7 ديجري سنتيجريد. وبيزد عليها هلاقي هو هايبو ولا هايبر ثايروديزم، هايبوثيرميا ولا هايبر ثيرميا. والهايبر ثيرميا ممكن يكون فيه فيرال او بكتيريال انفكشن. ممكن بيبقى فيه فيسيولوجيكال هاي تمبريتشر مثلا بوست اوبراتيف، فلازم برضو ابقى عارف الهيستوري كويس بتاع البيشن عشان بيزد عليه ببدا اعمل انتربريتيشن فور داتا. البلس، اقول بلس يعني راديال بلس، يعني بالثري ميدل فينجر، بادز اوف 3 ميدل فينجرز، وهاجي على الراديال اند ميجرز ذس. حطيت ايدي وابدا اشوف الريزم، الكونتور، الامبليتيود، الدبس بتاعه، بشوف الالاستيسيتي بتاع الارتري، هل هو الاستيك ولا ريجيد. وكاونت. نورمالي المفروض احنا بنكاونت فور فول مينيت. ده نورمال، لكن انا مش هقعد اكاونت فور فول مينيت لو بيشن مشكلته اصلا مش بالس. ومن النص دقيقه الاولانيه لقيت ان هو ريجولار، ومفيش اي irregularity وباوندنج وبلس 2، خلاص انا واروح ضارب في 4، بقيس لمده ربع دقيقه واضرب في 4. ولكن اهم حاجه في الفيزيكال اكزامينيشن قلنا بالبادز، محدش يحط ايده بكده. المفروض الريت بتاعي نورمالي من 60 to 100، يا اما تاكي كارديا برادي كارديا، وهلاقي فيه كونديشن كتيره may be affect على الهارت ريت بانكريز او ديكريز. هشوف الريزم الريجولار او الريجولار، هشوف الكونتور والامبليتيود. المفروض يبقى سترونج في التو سايد. الالاستيسيتي بتاع الارتري يبقى الاستيك وسوفت. طيب اشوف ايه تاني؟ الريسبيريشن، وزي ما اتفقنا يمكن الريسبيريشن ده must be monitor respiration without consideration for this patient. يعني البيشنت ما ياخدش باله ان انا بمونيتور او بكاونت عن طريق الشيست اكسبانشن او الشيست موفمنت.
طيب تاني امونيتور الريسبيريشن، يبقى هبص على الريت. نورمالي الريت بتاعي من 12 تو 20. الناس الاولد ايج ممكن يزيد عن كده، ممكن يوصل ل 22. اوكي طيب في عندي ممكن يزيد عن 12 بريس بير مينيت، وممكن يقل براديبنيا وتاكيبنيا. اوكي ودي اكوردنج البيشنت، هل عنده برونكايتس، هل عنده انفيزيما، هل عنده سي او بي دي، هل عنده نمونيا. فكل الريسبيراتوري بروبلمز may be affect. اوكي وبرضه الهارت بروبلم may be affect الريسبيريشن. الريزم ريجولار ولا irregular، الدبس شالو اوكي ولا ديب. اوكي شالو دي هلاقي الناس كمان الاولد ايج يا اولاد ايه من كتر الديجنريشن اللي بتحصل لهم بيبقى الشالو ريسبيريشن. البلاد بريشر ايديالي البلاد بريشر من 160 ل 140 90، او احيانا بنقول لا يا جماعه خلينا 130 85، لان انا لو وصلت لل 90 هنا 140 90 يبقى انا هنا وصلت للبوردر اوف هايبر تنشن، انا خلاص كده على الابر ليميت، بعتبرهم من ضمن الكيسز اوف هايبر تنشن. وهل كل فيتال ساينس من دول ليها برنسبل؟ اوكي وهناخدها بقى في سيبريت فيديو ان شاء الله باذن الله. حاجه كمان من ضمن برضو الحاجات اللي هي ريليتد تو جنرال سيرفي، وده الثيرد ايتمز. اول ايتمز كان اوفر اول امبريشن، ثاني ايتمز فيتال ساينس، ثالث ايتم الانثروبومتريك ميجر. اوكي وبرضو يمكن انا هقولها كده على السريع، لان الانثروبومتريك ميجرمنت دي ان شاء الله برضو ناخدها وبالتفصيل في النيوتريشنال اسسمنت، لان مين الانثروبومتريك ميجرمنت to determine the physical growth والdevelopment والnutritional status. اوكي عايز اشوف ايه البادي ماس اندكس، عايز اشوف الويست سيركمفيرنس، عايز اشوف الهاند سيركمفيرنس اند سو اون. فكل ده بيتانديكيت النيوتريشنال ستيتس. ممكن الاقي فيه بيشنت اوبيز او بيشنت كشكسك according للبادي ماس اندكس. هلاقي مثلا انا ببتدي والله اللي هم اقل سي مثلا من 24 في البادي ماس اندكس، دول الناس اللي هم مال نارج او اندر نارج. النورمال بتاعي من 25 لغايه 30، فوق ال 30 وصلت 35 40 ده ناس اوبيز، فوق ال 40 وزياده لا ده اكستريملي اوبيزيتي. فلازم برضو كل النورمال رينج دي ماست بي كونسيدر، لازم ابقى عارفاها عشان بيزد عليها هبدا احط البيشنت في انهي كاتيجوري. الاكستريملي اوبيزيتي ده معناه لايبل ان يحصل له كاردياك بروبلم، يحصل له هايبرتنشن، يحصل له دايابيتس، يحصل له سيريبرو فاسكولار ستروك. اوكي يحصل easy fatiguability inability to perform activity of daily living، يحصل immobilization وصعوبة في الحركة من كتر الاوبيزيتي. اوكي كوليسترول اتوقع ان الكوليسترول بتاعه عالي and so on. اوكي ولذلك اول حاجة يمكن دايما في الانثروبومتريك ميجرمنت اديترماين الهايت والويت، واشوف الهايت والويت هنا هل هم مناسبين مع بعض. اشوف الويست والهاب circumference، لان ده هينديكيت ايه؟ هينديكيت الليفل اوف فات وزن البادي. الميد ارم circumference اوكي هشوف الترايسبس سكين فول، اشوف مثلا هشوف هنا مثلا الريست circumference واعمل correlation between البيشنت هايت والريست circumference، وده بينديكيت الفريم سايز. الفريم سايز بتاعي سمول ولا ميديوم ولا لارج لما باجي البس هدومي. ولذلك مثلا ساعات نقول ايديه كده ايه ده ايديها مثلا مليانه شويه على الرغم ان جسمها العكس، ولذلك الهايت مع الريست سيركمفيرنس بينديكيت الفريم سايز. اوكي الهايت والويت زي ما اتفقنا المفروض نورمالي بيكمبرومايز with each others. اوكي الويست والهيب، اوكي الويست والهيب هلاقي مثلا في الفيميل 35 اوكي الويست، هلاقي في الميل 40 اكتر من كده. ده بينديكيت ايه؟ بينديكيت obesity related disease، يعني كوليسترول عالي، يعني حالات ستروك، يعني حالات هايبرتنشن، يعني حالات اسكيميك هارت ديزيز، يعني حالات انجينا and so on. فالويست والهيب ريشيو
ولذلك دايما بنقول الراجل اوكي الهيب والويست بتاعه عامل زي الابل شيب، عامل زي التفاحه المكوره كده، قاعد على الكرسي، الابدومين بروترودد وبلجت كده وقاعد يعني اكلوني سقوني. لكن المفروض الميل الفيميل بتبقى بير لايك، عامله زي الكمثرى كده، الويست اقل من الهيب ريشيو. الميد ارم circumference is a measurement of skeletal muscles mass، بيindicate الماسلز ماس جوه البادي اخبارها ايه. وبالتالي يبقى احنا كده خلصنا كل الجنرال سيرفي اللي ابتديناها بالفيزيكال ابييرنس، وادي الايتمز بتاعتها، البادي ستراكشرز بالايتمز بتاعتها، الموبيليتي بالتو ايتمز، البيهيفير بالفايف ايتمز، وبعد كده عملنا اسسمنت الفيتال ساينس، التمبريتشر والريسبيريشن والهارت ريت والبلاد بريشر، وقفلناها بالانثروبومتريك ميجرمنت. ودايما في الريفرنس بتاعنا قلنا يا جماعه احنا كتاب جارفيس ده دايما بنسيبه في اللينك بتاعنا، لان دي من ضمن الحاجات اللي ماست بي كونسيدر. ويبقى النهارده خلصنا. هنلاقي برضو في اللينك ده هنلاقي how to determine general survey for patient، اوكي، اللي هي الفيرست ستيب اوف a physical assessment. دايما بفكركم ان الهيلث هيستوري it is a subjective data as stated by patient and objective data as observed. والgeneral survey this is the objective data as observed by the nurse. شكرا لكم.